يا مساء الفل على كل متابعينا وحبايبنا في القناة. النهاردة جايب لكم حلقة مهمة جدا عن القمة المصرية، ماتش الأهلي والزمالك اللي العالم كله بيستناه. الماتش ده مش مجرد 90 دقيقة كورة، ده تاريخ طويل والصراع مستمر من أول يوم انطلقت فيه بطولة الدوري المصري. قبل ما نبدأ تفاصيل حلقتنا بطلب منكم حاجة صغيرة، شوفوا الحلقة دي للنهاية عشان هنغطي كل التفاصيل من أول استعدادات الأهلي والزمالك لحد التوقعات والسيناريوهات اللي ممكن تحصل في الماتش. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. يلا بينا. قرار النحاس بالمعسكر المغلق. الكابتن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أخذ قرار مهم جدا قبل القمة، إنه يدخل الفريق في معسكر مغلق لمدة 3 أيام قبل الماتش. القرار ده مش جاي من فراغ، النحاس عارف إن ماتش القمة بيبقى مختلف عن أي ماتش تاني في الدوري. الضغوط النفسية، الإعلام، الجماهير، كل العوامل دي بتأثر على اللاعبين. فالمعسكر المغلق بيبقى زي فقاعة بيعزل الفريق عن أي تشتيت. النحاس هدفه الأساسي من القرار زيادة التركيز عند اللاعبين، خلق حالة انسجام بينهم بعيد عن الضغوط، إعداد بدني ونفسي مكثف. كمان القرار فيه رسالة للجماهير إن الأهلي داخل الماتش وهو واخده بجدية شديدة ومفيش أي استهتار. تحضيرات الأهلي قبل القمة. الأهلي داخل القمة وهو عارف إن دي مباراة موسم مش مجرد 3 نقط. التحضيرات شملت تدريبات بدنية قوية، الجهاز الفني ركز على رفع معدل اللياقة البدنية، خصوصاً إن الماتش محتاج مجهود عالي جداً. تدريبات تكتيكية، النحاس اشتغل على أكتر من خطة لعب زي الضغط العالي أو غلق المساحات قدام الزمالك. جلسات نفسية، الجهاز الفني حاول يرفع الروح المعنوية للاعبين، خصوصاً اللي جايين من إصابات أو تراجع في المستوى. تركيز على اللاعبين الأساسيين زي ياسين مرعي اللي راجع من الإصابة، وإمام عاشور اللي بقى جاهز بجانب النجوم الكبار. الجمهور الأهلي متوقع يشوف فريق مختلف في القمة، خصوصا مع حماس النحاس وإصراره على ترك بصمة قوية. تحضيرات الزمالك قبل القمة. الزمالك من ناحيته مش واقف يتفرج، بالعكس القمة دي بالنسبة له حياة أو موت. الجهاز الفني هناك بيشتغل على تحفيز اللاعبين، لأنه الفوز على الأهلي بيفرق جامد مع الجماهير والزملكاوية عموما. تأمين الدفاع، الزمالك عارف إن هجوم الأهلي خطير فلازم يتعاملوا معاه بحذر شديد. وضع خطة بديلة في حالة استقبال هدف بدري يكون عندهم رد فعل سريع. تاريخ مواجهات القمة. لو اتكلمنا عن تاريخ القمة مش هنخلص. الأهلي والزمالك اتقابلوا في الدوري والكاس وأفريقيا عشرات المرات. الأهلي متفوق في عدد مرات الفوز وده بيديله ثقة دايما. الزمالك عنده لحظات تاريخية لا تنسى زي فوزه في نهائي الكاس أكتر من مرة. أهمية مباراة القمة في الموسم الحالي. الموسم الحالي مختلف جدا. الأهلي داخل القمة وهو عايز يرجع صدارة الدوري بعد تعثرات سبق. الزمالك من ناحيته عايز يثبت إنه موجود في المنافسة على إنه يكسب بطولة الدوري. يعني الماتش مش بس 3 نقط، الماتش ممكن يحدد مصير البطولة من بدري. الخطط التكتيكية المحتملة. الأهلي ممكن يلعب على الضغط من أول الملعب ويستغل السرعات في الأطراف. النحاس كمان ممكن يعتمد على دفاع متوازن وهجمات مرتدة سريعة. الزمالك المتوقع يلعب على غلق المساحات في نص الملعب والاعتماد على الكرات الطولية عن طريق شيكو بانزا وخوان الفينا. القمة غالبا بتكون معركة تكتيكية قبل ما تكون بدنية. سيناريوهات محتملة لنتيجة المباراة. فوز الأهلي يفتح الطريق للصدارة ويثبت إن النحاس قادر يقود الفريق. فوز الزمالك يقلب الدوري تماما ويخلي المنافسة مولعة. التعادل يخلي كل فريق يخرج بنقطة، بس الجماهير مش هترضى بسهولة. في النهاية القمة بين الأهلي والزمالك دايما أكبر من مجرد ماتش، هي معركة شرف وتاريخ وفرصة لإسعاد الملايين. مستنيين نشوف إيه اللي هيحصل يوم 29 سبتمبر. هل الأهلي هيقدر يثبت وجوده مع النحاس ولا الزمالك هيكسر القاعدة ويفاجئ الكل؟ لو وصلتوا للنهاية بشكركم جدا على المتابعة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. نشوفكم في حلقة جديدة.